السلام عليكم. هنعمل وصفة اقتصادية جدا وسريعة جدا. كل اللي هنحتاجه بس هما 3 بيضات وطبق لانشون وفلفل الوان اصفر واحمر واخضر و5 ترغيفة من العيش. تقدري تستبدلي اللانشون باي حاجة عندك، سوسيس، جبن، زي ما تحبي. الموجود عندك في التلاجة يقضي الغرض. وهنزل بيهم في طبق او في بولة، وهضرب ال3 بيضات برشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود، وهنزل عليهم بطبق الخضار بتاعنا اللي احنا مقطعينه. المتوفر عندك في التلاجة استخدميه. انا هنا عاملاها عشاء، حاجة سريعة. الولاد عايزين يتعشوا اكل سريع، قمت قايمة على طول، ما خدتش معايا 5 دقايق، وكنت مخلصة ال5 ترغيفة ومسوياهم. هفتح العيش بتاعي زي الحواوشي بالظبط، وهنزل بكل رغيف ب4 معالق من الخليط بتاعنا، ووزعهم كويس جدا داخل العيش. وهكرر نفس الخطوة دي لما اخلص كل الكمية الموجودة عندي. نصيحة مني، بلاش ان انت تحطي زي ما انا عملت العيش فوق بعض لحد ما تخلصي كل الكمية. انا عملت كده عشان التصوير، اما في الطبيعي انا بالرغيف اللي انا بعبيه واحط على طول في الطاسة في ساعتها كده افضل، لان انت لما بتحطيه فترة فوق بعضه بره الطاسة بيطرى كله، والبيض هيطرى العيش من جوه. الجريل على البوتاجاز ندهنها بشوية زيت، بس ما نكترش الزيت قوي عشان بس الرغيف ما يلزقش مننا. الخطوة دي مهمة جدا، قلبيه كل شوية واتكي على الرغيف عشان الحشو بتاعنا يستوي من جوه. وكرريها مع كل كمية انت بتعمليها بنفس الطريقة. صدقيني الوصفة سهلة وبسيطة، والعيش بقى محمص من بره ومقرمش ومستوي جدا من جوه زي ما احنا شايفين كده. البيض مستوي واللانشون والفلفل والعيش مقرمش ومستوي من بره ومن جوه. وفي حاجة نسيت اقولها في اول الوصفة، ان احنا النار بتاعتنا بتكون واطية. لما ترفعي الطاسة على النار تخلي النار واطية، ما تعلهاش. وكده انا خلصت كل الكمية اللي كنت بعملها. بالهنا وشفا. لو الوصفة عجبتكم دعموني باللايك والشير والمتابعة. اكلات زمان مع ام رهف.